بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الأشراف الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع فيديو جديد مدونة التعليم المجاني. بطبيعة الحال صفحتنا على الفيسبوك بإمكانكم متابعتنا من هنا تجدون كل جديد نقوم بطرحه بشكل يومي. اليوم عن موقع كنت قد ذكرته البارحة في الصفحة وأثارت إعجاب كثير من الناس وطلبوا مني عمل شرح له، وهناك شروحات كثيرة وموقع جد بسيط سنشرحه في بضع دقائق ثم لكي لا نضيع أوقاتكم. طريقة عمل الموقع بطبيعة الحال بإمكانكم متابعتنا عبر المدونة حيث تجدون جميع الفيديوهات. طريقة عمل الموقع هو الذي يمكنك من ربح بعض الدولارات بشكل يومي أو أسبوعي أو حتى شهري. الموقع صراحة جد رائع وجربته واستلمت منه أموالي في ظرف 3 أو 4 ساعات. عندما طلبت الأموال وصلت في 3 أو 4 ساعات إلى حسابي في البايبال. سنشرح الموقع هو سهل، يعتمد على اختصار الروابط. كيف تأتي تأخذ رابط، مثلا رابط صفحتك على الفيسبوك تريد أن تعطيه إلى أي شخص، لا تعطيه له بشكل مباشر، تأخذ هذا الرابط ثم تذهب إلى الموقع وتذهب إلى create link كما تلاحظ create link، ثم تقوم بوضع الرابط هنا ولصقه، تلصقه في هذا المكان هنا، ثم تضغط هنا على create، تنقر على create ثم يعطيك هذا الرابط، تنقر على copy تنسخه وترسله إلى أصدقائك هكذا، يضعه هنا ثم سيدخل إليه، سينتظر بضع ثواني قبل أن يدخل إلى الموقع الذي يريد الذهاب إليه. سينتظر فقط بعض الوقت، ينتظر مثلا 6 ثواني أو 5 ثواني حتى يدخل إلى الموقع الذي يريد الدخول إليه. هذه فقط هي الطريقة كما تلاحظ، هذه هي طريقة عمل الموقع. ثم ينقرون على skip ad أو تخطي الإعلان، سيدخل إلى صفحتنا على الفيسبوك كما تلاحظ. طريقة سهلة وليست فيها أي مشاكل. هذه هي طريقة عمل الموقع، والموقع مربح جدا. أنا أشرح الأول شيء طريقة التسجيل في الموقع وكيفية ربح المال وكيفية سحب الأموال من الموقع. أول شيء سأضع لكم رابط تحت هذا الفيديو تجدون فيه طريقة التسجيل، رابط مباشر دون أي مشاكل. تأتي هنا تكتب اليوزر نيم أو اليوزر نيم الخاص بك، تكتبه هنا مثلا هذا هو، ثم هنا تكتب كلمة السر الخاصة بك، ثم تعيد كتابة كلمة السر الخاصة بك هنا. بعد ذلك تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك من هنا، بعد ذلك ستختار إما account publisher أو advertiser. نحن هنا publisher، لسنا لن نقوم بدور advertiser هو من يريد أن يقوم بجلب زيارات إلى موقعه، هو الذي سيختار advertiser. نحن نختار publisher لنريد الربح فقط، لا نريد دفع الأموال للموقع. ثم نقوم بكتابة الأكواد الخاصة بالكابتشا، ثم تقوم هنا بالضغط على I agree the terms let me join من هنا. وبعد ذلك إذا أرسلوا لك رسالة إلى البريد الإلكتروني تذهب وتفعل، إذا لم يرسلوا لك رسالة تأتي وتضغط على login وتسجل الدخول باليوزر نيم والباسورد، ثم تضغط على login to account. بعد ذلك ستسجل الدخول إلى الموقع، ستأتي معك الداشبورد، هذه هي أو لوحة التحكم. هنا عدد الزيارات لروابطك اليوم، هنا مجموع الزيارات لكل روابطك، مجموع الزيارات منذ بدأت في الموقع. هنا أرباح اليوم كما تلاحظون، أرباح اليوم، هنا مجموع الأرباح كاملة من أول يوم لك في الموقع، ستجد هنا جميع أرباحك. هنا الإحصائيات، الدول التي تأتي في مقدمة، الدول التي تأتيك منها زيارات كثيرة. طبيعة الحال كلما كانت الدول من أمريكا وكندا ودول أوروبية فهي أفضل، لأنها تكون نسبة CPM أو الكوست بير مايل عالية، أو نسبة الربح مقابل كل 1000 زيارة تكون عالية، نسبة CPM تكون مرتفعة. إذا حاولوا أن تركزوا على الدول الأجنبية لكي تحصلوا على ربح أكثر. إذا هذه هي الداشبورد، أظن أنها واضحة. هنا إحصائيات للأرباح خلال الأيام، تجدون كل شيء إحصاء بشكل دقيق. هنا create link لتقوم بإنشاء رابط كما قلت لك، تأتي وتضع رابطك هنا ثم تقوم باختصاره، تنقر على create، تضع رابط آخر ليس روابط هذا الموقع، تضع أي رابط ليس مشكل، ثم تضغط على create، تختصره ترسله إلى أصدقائك. هذه الأشياء لن نحتاجها، سنحتاج إلى account، نذهب إلى account
نذهب إلى settings أو إعدادات. نذهب إلى settings أو إعدادات. هنا ستقوم بإدخال جميع معلوماتك: الأدرس، المدينة، الولاية، الكود بوستال الخاص بك، الدولة، الهاتف. الانالايستيك كود ليس مهم هنا، المهم هذا هو أهم شيء. إذا كان عندك بايبل ضع الإيميل الخاص بالبايبل هنا، عندك بايزا ضع بايزا، عندك سكريل إيميل ضع كاشيو إيميل أو فودافون نمبر أو لتتوصل به. إذا كان عندك يعني تريد أن تستلم عبر الأكاونت الخاص بك، إذا كان عندك حساب بنكي تستلم عبر الحساب البنكي، الأكاونت هولدر نيم، أكاونت ناو، والبنك كانتري، والسويفت كود، والبنك ادريس لكي تتسلم في أداة. بعد أن تملأ هذه المعلومات، يعني أنا عندي بايبل أملأ فقط بايبل، لا داعي لكي أملأ المعلومات الأخرى. إذا كان عندك مثلا بنك بايبل تملأ بنك بايبل فقط، لا داعي لكي تملأ العلامات الأخرى، فقط بايبل يكفيك إذا كان عندك بايبل. ثم تنقر على Update Publisher Account. بعد ذلك نكون قد أضفنا يعني طريقة السحب. هذه سنسحب مثلا، أنا أضفت بايبل، سأسحب على بايبل. متى يمكنني السحب؟ كما تلاحظون الموقع يمكنك السحب عندما تصل فقط إلى $1. $1 يكفيك لكي تسحب أموالك من الموقع. لن تحتاج مثلا هناك مثل ادفلاي ومجموعة من مواقع اختصار روابط حتى تصل إلى $5 بالنسبة للبايبل والبايزا. وإذا كان عندك بايونر يجب أن تكون عندك $25، يعني معقدة نوعا ما، تحتاج إلى يعني تحتاج إلى وقت لكي تربح منها، وهذا الموقع لن تحتاج وقت كثير، يعني ببساطة ستربح. كيف؟ إذا قمنا بإضافة البايزا أو البايبل، نذهب إلى سحب الأموال. مثلا أنا كما تلاحظون وصلت $1، نذهب ونسحب الأموال، نضغط على withdraw من هنا كما تلاحظ account، ثم نضغط إلى withdraw من هنا. أوكي، نأتي إلى نختار ما هي الوسيلة التي سجلتها في السيتينجز. عندما ذهبت إلى الإعدادات اخترت وسيلة الدفع، ستختار هنا أيضا وسيلة الدفع التي اخترتها. مثلا أنا اخترت بايبل، سأنقر هنا على بايبل أختارها. طبيعة الحال سأكون وصلت إلى $1، ثم سأقوم بكتاب ما أريد سحبه من الموقع. مثلا أنا فأقول عندي الآن $1 في الموقع، أكتب هكذا، ثم أنقر على request withdraw من هنا كما تلاحظ، وسيقومون بإرسال أموالي. كما تلاحظون البارحة استلمت الأموال التي هي على حسابي في بايبل كما تلاحظون البارحة، ويعني في ظرف قياسي. الريكوست كما تلاحظون تاريخ الطلب هو 20، وحتى تاريخ التسلم يعني هي تاريخ تسلم في 20. بطبيعة الحال إثبات الدفع ستجدونه في الموقع، سأضع لكم الرابط تحت. وكذلك بالنسبة لرابط التسجيل ستجدونه تحت، بإمكانكم التسجيل عن طريقه. إذا أتمنى أن صادقا أن تكونوا قد استفدتم. أي سؤال عن الموقع فهو يعني لا أعتقد أنه يحتاج الشرح، موقع جد بسيط وسهل التعامل معه. فقط طريقة السحب هي التي قد تبدو لك صعبة شيئا ما. تدخل تختار فقط تعدل إعدادات الدفع، ثم تختار وسيلة الدفع، ثم تدخل المال الموجود في حسابك. مثلا إذا كان عندك $2 3 $4، ثم تكتبها هنا، ثم ريكوست، تقرأ على ريكوست وهي طلب الدفع. ستأتيك هنا بأنها يعني باندين يعني في طريقها إلى الدفع. وبعد ذلك بعد يعني في أقل من 24 ساعة ستتسلم أموالك بكل سهولة ودون أي مشاكل. إذا هذا فقط موقع بسيط يعني لكي تربح أول يعني $1 لك من الإنترنت، يعني $1 أو 3 أو 4 أو 5. في ماذا ستفيدك؟ ستفيدك كثيرا. مثلا إذا أردت أن تشتري دومين، إذا أردت أن تشتري خدمة، إذا أردت أن تشتري يعني مثلا قالب معين لموقعك، إذا أردت أن تشتري أي شيء ستفيدك كثيرا. إذا أردت يعني مجموعة من الأشياء ستربح منه $5 أو $6 كل شهر أو 7، ستفيدك كثيرا لشراء مجموعة من الأشياء التي قد تبقى تبحث عنها بشكل مجاني ولن تجدها أبدا بشكل مجاني. وحتى إذا وجدتها بشكل مجاني يعني لن تجدها بجودة ما هو إذا دفعت في المقابل، خاصة لأن هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن دومين مدفوع. هذه طريقة جميلة للحصول على دومين مدفوع. بإمكانك فقط من خلال أرباح شهر أو شهرين من هذا الموقع أن تشتري دومين لمدة سنة، ثم بعد ذلك تبقى تدفع فقط من أرباح هذا الموقع. بإمكانك أن تدفع الدومين لمدة سنة كاملة.
كل سنة تدفع منه أرباح، ويعني وتبقى عندك أرباح أخرى أكثر تفعل بها أشياء أخرى. إذن هذا الموقع شرحته لهذه الأسباب لكي تستفيدوا من هذه الأشياء. وأتمنى صديقا أن إذا وقعت معك أي مشكلة فقط ما عليك إلا أن تكتب أي إشكالك أو تساؤلك تحت هذا الفيديو أو في الصفحة على الفيسبوك، وبإذن الله سأجيبك في أقرب وقت. إذا كان معكم أيوب من مدونة التعليم المجاني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.